أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. كنت بتفرج من كام يوم على محاضرة عن التغير المناخي وإزاي كل شخص ممكن يساهم إنه يحسن الوضع ويبدأ بنفسه. لكن الحقيقة من كتر ما الشخص اللي بيدي المحاضرة أسلوبه ممل ما قدرتش أكملها. الفكرة إن كان في معلومات مهمة جدا هو بيقولها وأنا فعلا كنت عايزة أسمعها وأتعلم منه، لكن هو ما كانش عنده أي حضور يخليني أقدر أستحمل المحاضرة دي. الموضوع ده خلاني أفكر كام شخص ممكن يكون عنده معلومات مهمة أو حاجة ممكن تعمل تغيير إيجابي في العالم، لكن هو ما عندوش كاريزما. فما حدش بيهتم هو بيقول إيه ولا المعلومات اللي بيقدمها شكلها إيه، وممكن الناس تهتم بشخص تاني ما عندوش أي حاجة مفيدة يقدمها لمجرد إنه عنده كاريزما، وهم بيبقوا عايزين يسمعوه أيا كان هو بيقول إيه. وافتكرت إن في كل تجمع بيكون في شخص كده واكل الجو بيملى المكان طاقة. دايما بتلاقي شخص انت بتحب تقعد معاه وبتحس دايما انك ماشي مبسوط كده من القعدة ونفسك تشوفه تاني. والحقيقة ان اكيد كلنا نفسنا نكون الشخص ده، الشخص اللي بيملى المكان طاقة، اللي لو عنده فكرة الناس تكون متحمسة تسمعها ويحبوا يكونوا معاه دايما. الشخص اللي بيكون عنده سحر ان الناس تتفق معاه، انه يقدر ياخد الاهتمام الكافي سواء لشغله او ليه شخصيا. والأكيد إن الشخص ده بيكون عنده علاقات قوية تقدر توصله لنجاح أكتر. كلنا نفسنا نبقى كاريزما. المهم الموضوع شغل بالي وحسيت إني حابة أفهم أكتر. هي الكاريزما دي حاجة الإنسان بيتولد بيها، واللي يعني ما عندوش كاريزما خلاص كده اتكتب عليه إنه يعيش في الظل مهما كان يقدر يقدم ويستاهل يتسمع؟ هل الشخص اللي ما عندوش كاريزما ده هيمر مرور الكرام كده ومحدش هيفتكره؟ طيب هل يقدر يعمل حاجة تخليه كاريزماتيك أكتر؟ المفاجأة بقى إني لقيت إن الكاريزما دي شيء مكتسب ممكن كلنا نقدر نتعلمه وكلنا نقدر نطوره، زي ما قدرنا نتعلم القراية والكتابة، وزي ما قدرنا نتعلم لغة مختلفة عن لغتنا الأم، وزي ما بنتعلم أي رياضة أو حتى لعبة. باختصار شديد الكاريزما مكتسبة وأي حد فينا يقدر يتعلمها. وبعد البحث والتمحيص في أسطورة الكاريزما دي جمعت لك عزيزي المستمع 16 عادة تقدر تخلينا أشخاص كاريزماتيك بشكل طبيعي مش مصطنع، وبالتالي ده هيحسن من شكل حياتنا. فيلا بينا نبدأ. أول حاجة، نقي أفكارك. إنك تتقن فن انتقاء الأفكار ده أداة مهمة جدا إنك تعيش حياة سعيدة في العموم، والأفكار هنا هتكون أول أداة تخليك شخصية جذابة. اهتم دايما إن يكون عندك أفكار تستاهل المشاركة. لو انت كل اللي بتشاركه مع الناس أفكار تافهة، مين عمل ايه ومين قال ايه لمين، فانت كده ما عندكش أي مضمون قوي تقدر تفتح بيه حوار مع حد. وأكيد طبعا مهم السمول توك بتاع الجو حلو والطريق كان فاضي أو زحمة علشان تكسر رهبة أي موقف. لكن لو بعد السمول توك ده ما عندكش أي حاجة مهمة تشاركها، فغالبا ما حدش هيهتم يسمعك. وبرضو على النقيض في ناس بتاخد الموضوع ده بشكل مبالغ فيه، إن حد يبقى عنده كم معلومة كده وعايز يتنطط بيهم على اللي حواليه، فيبدأ يكلمك في حاجة انت ما تعرفش عنها أي شيء علشان يستعرض نفسه، وساعتها انت بتحس بالضيق وإنك مش طايق الشخص ده. فهنا مهم جدا إنك تلاقي أفكار عميقة بس من غير فزلكة. حاول دايما تقرأ الموقف اللي انت فيه وتشارك أفكار تفتح حوار متبادل مع الناس، إن هم كمان يبدأوا يتكلموا مش بس يسمعوك كأنك بتدي محاضرة. وحاول تبعد عن الأفكار السلبية اللي كلها شكوى سواء من أوضاع مادية أو سياسات، لأن الطاقة اللي بتسيبها المواضيع دي بتكون محبطة جدا، وبالتالي هيرتبط وجودك بالطاقة دي. وعلشان تحقق موضوع انتقاء الأفكار ده لازم يكون عندك دايما أفكار مناسبة لأي موقف وفئة من الناس، وعلشان كده انت محتاج دايما تكون مطلع سواء على كتب أو على أفلام وثائقية، وكل ما هتزيد ثقافتك هتقدر تلاقي حاجات لطيفة وعميقة تتكلم عنها. تاني حاجة، خد بالك من تون صوتك. تون الصوت مهم جدا في أي حوار. في ناس صوتها بيكون واطي جدا مش بتبقى قادر تسمع هم بيقولوا ايه، وناس تانية علشان تشد انتباه اللي قدامها بتعلي صوتها جامد، وفي الآخر بيكون الموضوع مزعج جدا. لكن اهتم دايما ان يكون صوتك مسموع كفاية من غير ما يكون مزعج، لأن الطريقة اللي بنتكلم بيها ممكن تكون أهم من اللي احنا بنقوله. انت ممكن تكون بتتكلم عن حاجة مهمة جدا بس الطريقة اللي بتتكلم بيها تكون منفرة، فمحدش هيحب يسمعك.
وطريقة مهمة كده تبين إن عندنا ثقة في الكلام اللي بنقوله هي إنك توطي صوتك في نهاية الجمل، لأن الشخص اللي بيعلي صوته في آخر الجمل بيبان مهزوز ومش عارف هو بيقول إيه. فالمهم هنا إنك تسيب الانطباع الصح للكلام اللي انت بتقوله. تالت حاجة، اتكلم بالراحة وخد وقتك. الموضوع ده بالذات بيخليني افتكر مثالين. أول واحد في فيلم ذا سوشيال نتورك اللي بيحكي عن تأسيس فيسبوك، الممثل جيسي ايزنبرج كان بيتكلم بسرعة رهيبة لدرجة إن أنا كنت ببقى مش لاحقة أفهم هو بيقول إيه أصلا. الموضوع ده كان مزعج بالنسبة لي بشكل خلاني مقدرش أكمل الفيلم بالرغم إن كان شددني القصة جدا. والمثال التاني الممثل أحمد السقا، طبعا فنان كبير جدا وأدواره قوية، لكن لو خدت بالك في كل لقاءاته هتلاقيه دايما كده مهايبر جامد، بيتكلم بسرعة وانفعالية مش متناسبة أبدا مع الموقف. أنا كتير بحس إن أنا بتوتر لو بتفرج عليه في أي لقاء من كتر السرعة والانفعالات، كأنه شارب 12 فنجان قهوة ودمه كله كافيين، والطاقة اللي هو بيصدرها بطريقة كلامه دي هي اللي بتوصل للي بيسمعه. لكن مثلا نشوف حد كده بيتكلم برزانة زي باراك أوباما، حد بيتكلم زي أوبرا وينفري، أشخاص بياخدوا وقتهم كويس علشان يوصلوا المعلومة، أسلوبهم هادي ورزين، وعلشان كده هم فعلا بيتدرسوا في طريقة إلقائهم وكلامهم، بيقدروا يشدوك وبتكون عايز تعرف هم عندهم إيه يقولوه. وعلشان كده عزيزي المستمع أنا أنصحك بشدة إنك تتفرج على طريقة كلام باراك أوباما وأوبرا وينفري وتبدأ تتعلم منهم. رابع حاجة، خليك هادي. يمكن لو بتعدي بأزمة أو مشكلة دايما بتفتكر الشخص الهادي اللي قدر يتعامل مع الموقف، مش الشخص الهستيري اللي بدأ يتخانق ويتنرفز. الشخص الهادي ده بيكون هو الحاجة اللي انت بتتسند عليها وقت الشدة، لأنه عارف يفكر بشكل أحسن، مش بيعمل حاجة كده في لحظة غضب تخليه يندم ويعتذر. فالهدوء سواء كان في لحظة أزمة أو في لحظة استفزاز هتخليك شخصية جذابة جدا. خامس حاجة، التركيز. وببساطة نقدر نعمل ده بإننا ما نبقاش طول الوقت وشنا في تليفوناتنا. بتحصل كتير جدا إنك تكون في تجمع وبتتكلم مع حد وهو مش قادر يرفع عينه من على تليفونه، وكأنك مش موجود أصلا وكأنك أنت بتكلم الهوا. والطريقة دي بتخلي الشخص يحس إن هو مش مهم، إن هو مش بأهمية الحاجة اللي بتتشاف على التليفون. وخلينا نكون صراحة كده مع بعض، هو إحنا ما عندناش الأشغال اللي بتتطلب تخلينا نبص في تليفوناتنا طول الوقت. فغالبا اللي بيبص في تليفونه يا إما بيبقى بيقلب في السوشيال ميديا يا إما بيتكلم مع حد تاني، وفي الحالتين انت لا وجودك ولا كلامك مهم بالنسبة له. أنا عندي أصدقاء طول ما احنا مع بعض محدش بيبص في تليفونه، التليفونات مش بتكون على الترابيزة أصلا، ودول أكتر ناس أنا بحب أقضي معاهم وقت، وبيكون وقت ممتع جدا، كلنا مركزين سوا وبنتكلم ونضحك، وانا ماشية بحس ان انا مبسوطة وبحب قوي قعدتهم، وان انا ممكن الغي حاجات علشان اخرج معاهم. بس ليه بيوصل لي الاحساس ده؟ علشان بحس معاهم ان انا مهمة، وجودي مهم. فلما هتحسس الشخص اللي قدامك انه يستحق اهتمامك من غير تشتيت، فانت بتسيب علامة جواه بتخليه يحس ان هو مميز، ودايما هيبقى عايز يكون معاك وحواليك. ومن هنا نيجي لسادس حاجة، وهي التركيز على الآخرين. الحاجة اللي بتخلي شخص كاريزماتيك هو إنه بيخلي اللي حواليه يحسوا إن هم مهمين، وده بيديهم إحساس بالرضا عن نفسهم، بيحسوا حوالين الشخص ده إن هم أذكياء ودمهم خفيف وبيتسمعوا. فهنا الكاريزما مش معناها إن حد يبقى نجم وجامد وكل الناس بتبص عليه وهو قد إيه ما حصلش، لكن إنه يقدر يخلي اللي حواليه يحسوا إن هم مبسوطين بنفسهم، لأن لما حد بيحس بالرضا عن نفسه وهو مع حد بينجذب ليه وبيبقى عايز يكون معاه طول الوقت. فممكن تكون الكاريزما هنا هي نكران الذات والتركيز على الآخرين. سابع حاجة، حسن النية. إنك دايما تفترض حسن النية في كلام أي شخص، لأن يمكن يكون الشخص ده في وضع دفاعي مثلا علشان خايف إن حد يقلل منه. فلو انت افترضت حسن النية وقدمت له كلمة كويسة أو لفتة طيبة، الموضوع ده ممكن يبقى مفاجأة تماما للشخص ده اللي متعود إن الناس تهاجمه، فهو دايما في وضع دفاعي. والأكيد إن أي حاجة كويسة مش بتتنسي، هتفتكر دايما حد ساعدك من غير مقابل، هتفتكر دايما حد قالك كلمة كويسة في يوم صعب، هتفتكر دايما الشخص اللي محاولش يأذيك وقدم لك أي حاجة حلوة. تامن حاجة، الابتسامة. وهنا مش الابتسامة الصفرة السامجة دي اللي هي تقضية الواجب،
لكن إنك تضحك بعينيك وبشفايفك، إنك تبتسم في وش حد بجد. أنا فاكرة كويس قوي كان في محل صغير كده جنب بيتنا، الراجل ده أنا كنت بحب قوي اشتري من عنده. الراجل ده كان بشوش جدا، دايما بيضحك في وش الناس وبيعملهم حلو، كل الناس كانت بتحبه. ومع إنه هو كان محل صغير وفي جنبه محلات تانية كبيرة، لكن هو كان دايما زحمة. الناس كانت دايما بتروح له علشان بتحب معاملته وضحكته. والحقيقة إن الابتسامة دي على قد بساطتها لكن هي مصدر طاقة إيجابية كبيرة. أولاً هي بتملك أنت سعادة، لأنها بتدي إشارات للمخ إنك سعيد، فبيبدأ يفرز هرمونات السعادة. وتاني حاجة الابتسامة معدية. جرب كده تبتسم في وش أي حد، هتلاقيه غصب عنه ابتسم لك. طبعاً عزيزي المستمع أو المستمعة، ما تعملوش كده في الشارع أو في المواصلات العامة، لأن ده ممكن يؤدي لنتائج مش لطيفة بالمرة وهتتفهموا غلط. الابتسامة حلوة أكيد، بس في الأماكن والمواقف اللي تسمح بده. 9 حاجة واللي يمكن بتتكرر في كل حلقة من ساعة ما بدأت البودكاست، وهي المقارنة. لازم نبطل نقارن نفسنا باللي حوالينا. تخيل انت في تجمع وقابلت شخص حسيت برهبة ناحيته، انه أنجح، أغنى، أجمل، أيا كان، حسيت للحظة بالتهديد لأنك قارنت نفسك بيه. المشكلة هنا ان الإحساس ده هينتج عنه تصرفات دفاعية ممكن تظهر في شكل كلام سخيف يخلي شكلك انت وحش. فما تقارنش نفسك بحد، وفكر نفسك كل مرة إنك جاي تنبسط. حتى لو أنت في الشغل أنت برضو جاي تنبسط. أنت لازم تستمتع بوقتك وتستفيد من خبرات الناس اللي حواليك. الشخص اللي أنت بتقارن نفسك بيه ده وحاولت تهاجمه أو تقلل منه، هو نفسه اللي ممكن تتعلم منه حاجة تغير حياتك، وممكن برضو هو اللي يساعدك إنك توصل لحاجة كبيرة. وده هيحصل لو أنت كنت إنسان تعاملاتك لطيفة ومحترمة. اسأل نفسك دايما لو حسيت بالخوف أو التهديد من حد، إنه ليه لأ وما تفرحش لنجاحه. وصدقني ساعتها الشخص ده هيكون عنده استعداد يردلك الشعور ده، وهيقدر جدا دعمك واهتمامك. 10 حاجة، استخدم ذاكرتك. لازم تتعلم تفتكر أسماء الناس. لما حد بيقول أنا مش بفتكر الأسامي، هو يقصد إن الشخص ده مش بالأهمية الكافية إن أنا أفتكر اسمه. أصل اشمعنى يعني مش فاكر اسمه وفاكر أسامي الناس التانية كلها؟ أكيد علشان هم أهم. بيقول ديل كارنيجي في كتابه كيف تكتسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، إن أحلى كلمة أي حد بيحب يسمعها هي اسمه. بذمتك كده عزيزي المستمع، مش بتفرح قوي لما بتلاقي حد فاكرك بالاسم؟ مش بتحس كده إنك مهم ونجم في نفسك؟ هو ده الإحساس اللي هتسيبه في ذهن أي حد هتفتكر اسمه. واستخدم اسمه وانت بتكلمه علشان تقدر تشد انتباهه ويفضل مركز معاك. رقم 11، نزل سقف توقعاتك. بدل ما يكون عندك توقعات مش منطقية للشكل اللي الناس مفروض تتصرف بيه، حاول ما يبقاش عندك أي توقع. لأن ساعات لما بنحاول نطلب من حد يعاملنا بشكل معين بنبان نيدي وديسبريت. إنك بتطلب من اللي قدامك يهتم باللي انت بتقوله، تطلب من اللي قدامك إنه يركز معاك. فيعني بتكلم حد ومش مركز معاك، قم بصنعة لطافة كده سيبه وامشي وما تضيعش وقتك عليه. بدل ما تقوله ركز معاه وانا بتكلم، شوف حد تاني يركز. هو اصلا لو كان فارق معاه كان ركز. وفي نفس الوقت لما بننزل سقف توقعاتنا وبنلاقي معاملة كويسة بنفرح جدا، وده بيظهر كمان للشخص اللي قدامنا فبيحس بالتقدير. الحاجة رقم 12 هي لغة الجسد. لغة الجسد هي اللي بتشكل الانطباع الأول عننا في أي تعامل. لو انت شخص مفروض كده وواقف بثقة مش باستعلاء، ده هيدي انطباع ان الشخص ده يستحق الاحترام. الشخص المهزوز اللي بيكون مقتب أو واقف كده كاشش في نفسه بيدي انطباع ان هو ضعيف وخايف، وده عمره ما بيكون جذاب لأي حد. لكن حاول دايما تكون مسترخي كده، مش متنشن جسمك، وفي وضعية مرحبة جاهزة انك انت تسلم على الناس، مش مشبك دراعاتك في وضع دفاعي. ده اسمه التواصل الغير لفظي، وده اللي بيدي انطباع اننا نستحق الاهتمام. رقم 13، اهتم بنفسك. في مقولة عجبتني جدا بتقول محدش بيهتم بحد مش مهتم بنفسه. متهيألي دي أوقع مقولة تخلينا نحط احتياجاتنا في المقام الأول. اهتم بنفسك جسديا ونفسيا وفكريا. الشخص الرياضي اللي بيتمرن وبياكل أكل صحي ده مش مجرد تحسين في المظهر، قد ما هو تقدير منك لنفسك، وفي الآخر ده بيظهر للناس على شكل ثقة بالنفس. هتكون واثق في نفسك وصحتك أحسن، فهتفكر بشكل أحسن. إنك تهتم بنفسك نفسيا،
إنك تاخد وقتك وتشوف الحاجات اللي مضايقاك وتحاول تحلها وتشتغل عليها. إنك تفهم الأسباب ورا انفعالاتك وتقلباتك المزاجية، لأن أغلبنا بيتعامل مع مشاكله إن هو يرميها تحت السجادة ويداري عليها وخلاص. الفكرة بقى إن المشاكل دي بيكون ليها مردود وبيظهر بعد كده في أفعالك وطريقة تفكيرك. ممكن تلاقي نفسك بتتحول لشخص بيشتكي طول الوقت وبيصدر طاقة سلبية، وتلاقي بعد كده الناس بتهرب منك وتبعد عنك. لكن لو كنت انت الشخص اللي بتديهم طاقة إيجابية، ده اللي هيخليك جذاب، وساعتها الناس هتكون دايما عايزة تسمعك أو تتكلم معاك. وإنك تهتم بنفسك فكريا. الإنسان لازم يطور من نفسه طول الوقت. لو انت النهاردة ما حسيتش انك كنت ساذج من سنة أو 2، معنى كده انك ما اتطورتش. دايما حاول تقرأ وتزود معلوماتك، اقرأ حاجات انت مختلف معاها علشان تفهم وجهات نظر جديدة، وحاول تكون منفتح أكتر للاختلاف، لأن آخر حاجة حد بيكون عايزها إنه يبدأ يتكلم مع حد وفجأة يلاقي النقاش اتحول لخناقة لمجرد إن شخص مختلف معاه في وجهة نظره. الشخص ده بيكون منفر جدا، وعمرك ما هتحب تقابله تاني ولا حتى تفتكره. حاول تتعلم الدبلوماسية وإزاي تعرف تدير حوار بشكل محترم. رقم 14، القصة. حاول دايما يكون كلامك في صورة حكاية أو قصة، أو على الأقل ماشي بطريقة سرد ممتعة، لأن دي طبيعة بشرية. من قديم الأزل الإنسان البدائي كان بيتجمع مع أقرانه حوالين النار ويحكوا قصص. التشبيهات والاستعارات والصور الذهنية هي اللي بتوصل الفكرة بشكل عميق وممتع، وعلشان كده كلنا بنتعلق بأفلام أو روايات، علشان كلنا من جوانا بنحب القصص. المفتاح هنا هو إنك تعرف أنت بتتكلم مع مين وعايز توصله الفكرة بأنهي شكل، وهو يقدر يستوعب إيه. القصص وطريقة السرد المشوقة هي اللي هتخلي أي حد حابب يسمعك ومشدود لكلامك. رقم 15، خليك متواضع. التواضع هو أهم عامل من عوامل الكاريزما الحقيقية. الشخص اللي بيكون حاسس إنه قليل بيحاول يتنطط على الناس، إنما الشبعان اللي عينه مليانة عمره ما بيحتاج يعمل ده. وده هيظهر مثلا في الطريقة اللي بترد بيها على مجاملة حد، أو إنت بتتكلم عن الناس اللي ساعدتك في حاجة وتديهم تقديرهم. إنك تقدر تشكر شخص عملك أي حاجة مهما كانت بسيطة. إنك تعامل أقل حد بنفس الاحترام اللي بتعامل بيه أعلى حد. السلوك المتواضع الحقيقي بيخلي الشخص جذاب وبيكسب احترام اللي حواليه. آخر حاجة هي التواصل بالعين أو الآي كونتاكت. لما بتبص لحد في عينه وهو بيتكلم، مش بس بتوصله اهتمامك، لكن انت بتحسسه انه في اللحظة دي هو من أولوياتك. لما أي شخص بيحس بأهميته بيكون عنده استعداد أكتر انه يتفاعل معاك ويشتغل معاك، وأكيد ده هيخلي التعامل مع أي شخص مفيد أكتر للطرفين. في النهاية الكاريزما أداة قوية جدا، وناس قليلة هي اللي بيكون عندهم الهبة دي، وهي اللي بتساعدهم يقدروا يوصلوا لحاجات أكتر في حياتهم ويوصلوا أفكارهم للناس. والحاجة الحلوة هنا إن كلنا نقدر نتعلم يكون عندنا كاريزما لو طبقنا كل العادات اللي فاتت. أتمنى عزيزي المستمع إنك تقدر تكون كاريزماتيك، وأنا كمان هحاول أطبق معاكم العادات دي واهتم بيها، لأن الكاريزما من الحاجات اللي نفسي تكون في شخصيتي. يمكن كلنا طول الوقت بنحاول نطور نفسنا للأحسن، وأهم حاجة إن الواحد يكون عارف إيه اللي ناقصه ويشتغل عليه. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية. ده بودكاست نقطة نور، ومعاكم نرمين كامل.